ازيكم يا زوية؟ النهارده هنتكلم عن كارت شاشة جديد من نيفيديا اللي هو ال RTX 5050. الكارت ده عامل دوشة جدا في السوق والناس كتير جدا بتتكلم عنه، فخلونا نعرف مع بعض تفاصيله وهل يستاهل انك تعمل ابجريد ولا لا. خلونا نبدأ. اول ما تمسك الكارت هتحس بالفخامه والتصميم، خصوصا لو جاي من شركه زي اسوس او MSI. المشتت الحراري حجمه كبير وبيغطي الكارت كله، مع مراوح RGB تديك شكل جبار في الكيسه. خامات التصنيع قويه، يعني هتعيش معاك سنين من غير ما تحس انها ضعيفه او بتتاثر من الحراره. لو بتحب الكيسات الشفافه فالكارت ده هيكون اضافه شكلها رهيب جدا. دلوقتي لما نيجي نروح للمعمارية ونشوف الكارت ونشوف بياناته كلها، هنلاقي انه جاي بكودا كورز 2560، جاي من معمارية البلاك ويل مع بوست كلوك 2.57، وبيوصل البيس كلوك بتاعه الطبيعي جدا قوي، بيوصل لحد 2.31. الفي رام بتاع الكارت 8 جيجا بنوع ذاكرة GDDR6 مع ميموري انترفيس 128 بت، بيدعم الري تريسنج مع كل الدلع بتاع الري تريسنج والDLSS 4. بيحتاج باور سبلاي، او هو الكارت بيسحب تقريبا 130 واط مع سيستم كامل تشغيله 550 واط، ده زي الستاندر بتاعه. طيب دلوقتي هنروح لثالث حاجه، هي تقنيات الذكاء الاصطناعي والجرافيكس. انواع التتبع زي الري تريسنج من الجيل الرابع، يعني اضاءه وانعكاسات واقعيه جدا في الالعاب. انواع التنسور من الجيل الخامس بتخلي تقنيات الذكاء الاصطناعي زي DLSS 4 تشتغل بكفاءه، فبتاخد فريمات اكتر وجوده اعلى. عندك النفيديا ريفلكس 2 لو بتلعب العاب اونلاين تنافسيه زي فالورنت او CSGO او اي لعبه تنافسيه زي PUBG، اي حاجه من الحاجات دي هتحس فرق كبير في سرعه الاستجابه. مع معالجه الاي في 1 لو بتسجل او بتعمل ستريم هتقدر تبث بجوده عاليه جدا وباقل استهلاك للنت. ودلوقتي مع السؤال المهم، خلينا نتكلم بواقعية. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كله حلو على مواصفات الكارت، بس الكلام ده كله برضه على الورق في الاول وفي الاخر. بس هل فعلا الكارت في الواقع عامل ايه؟ طيب جربنا الكارت على العاب زي كول اوف ديوتي، مودرن وورفير 3، فورتنايت، سايبر بانك، على 1080 بي وال 1440 بي. بس حط مليون خط كده تحت ال 1440. دلوقتي الكارت بيقدم اداء ممتاز حتى مع الاعدادات الالترا، يعني مع تتبع الاشعه والDLSS 4 الفريمات بتزيد بشكل ملحوظ، وممكن توصل ل 120 فريم في الثانيه في العاب كتير جدا. لو بتحب تلعب على شاشات ال 1440 بي الكارت ده هيشتغل معاك، بس هتقلل الاعدادات شويه علشان تلاحظ الفريمات شويه، وده يعتمد على نوع اللعبه. طيب في الجزء ده بصراحة انت هتسمع يعني كلام غريب، المقارنة دي هتبقى مع كروت تانية. طيب بس في الجزء ده في الفيديو هتسمع تهريج 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 بجد، يعني من نيفيديا بجد. اسمع العبط بتاع نيفيديا. الكارت جاي يتقارن مع 3050 وكمان مع 3060، يعني بجد انا مش عارف اقول لك ايه والله. يعني اسرع بحوالي 60% من ال RTX 3050. لا ده بجد يعني فرق خصوصا كبير لو جاي من كارت قديم. اللي هو يعني انفيديا انت بتقارن ايه بايه؟ قريب جدا من اداء ال RX 7600 من AMD والارك بي 580 بتاع انتل، وبيعديهم في بعض الالعاب. اللي هو برضه انا مش عارف انت بتقارن ده بده ليه. يعني ابطا شويه من الار تي اكس 4060، بس الفرق مش كبير قوي لو انت مش بتدور على الاداء عالي قوي. يعني بصراحه ده اللي ناقص. السعر مقابل الاداء مش حلو خالص، وهنعرف ليه ده كمان شويه. عشان السعر MSRP او يعني السعر الاطلاق $250، يعني لحد ما كارت عقبال لما يوصل لك بتتكلم في 300 ل 350، وده كمان على حسب النوع والنسخه والمواصفات. يعني انا مش فاهم يعني بجد. لو انت عايز تعمل ابجريد لكارت زي ده غباوه. طب ليه؟ ده اختيار غبي جدا ببساطه جدا، عشان في كروت تانية احسن منه وبنفس السعر واداء اقوى كمان بكتير من العره ده. يعني انا ما يعني اوصف عليك كارت ده ان هو عره بصراحه يعني. طيب هتقول لي كروت زي ايه؟ اقول لك مثلا لو في السوق المصري فانت هتلاقي الار تي اكس 3080 او ال 3070 تي اي او الار تي اكس 5060، ده هيبقى اغلى منه بفرق مش اللي هو القوي يعني. وهتلاقي برده من AMD الار اكس 7700 اكس تي والار اكس 6800 اكس تي والار اكس 6700 اكس تي. كل الكروت دي هتكون اختيار افضل بكتير من الار تي اكس 5050. شوف الارخص عندك ايه، الموضوع ايزي بيزي يعني، خلاص يعني مش سهله يعني. ودلوقتي هنروح مع المميزات الإضافية. عندك دعم ديسبلاي بورت 2.1، وعندك ال HDMI 2.1، يعني تقدر تشغل شاشات ال 4K 480 هرتز أو حتى ال 8K 120 هرتز لو أنت من عشاق الدقة العالية يعني. بس استنى
اوعى تنسى ان كل الكلام ده على الورق مبدئيا. الكارت ده لو شغال لك 2K اصلا بالعافيه يعني صباح الفل، يبقى نحمد ربنا يعني. دعم حتى 4 شاشات لو انت جيمرز او بتحب تمنتج او الحاجات دي، فده هيساعدك في الكارت يعني. انا حاسس ان دي الحاجه العيد اللي يمكن تكون في الكارت. عندك التبريد، اغلب الشركات بتقدم نسخ كويسه جدا جدا ومع صوت هادي جدا كمان في التبريد. هنروح دلوقتي نصائح وتجارب عملية جدا. لو جهازك قديم اتأكد ان الباور سبلاي عندك مش اقل من 550 واط او اكتر، والكيسة فيها مساحة للكارت، بس ده بيرجع على حسب التصميم بتاع الكارت. يعني متاخدليش كارت 3 مراوح وانت عندك كيسة استيراد مثلا، او كارت 3 مراوح وانت ما عندكش اصلا مساحة كويسة في الكيسة، وبرضه متاخدش كارت وانت عندك باور سبلاي ضعيف او قليل. فيعني فكرها يعني اعقلها شوية. لو بتلعب العاب تنافسية فعل نفيديا ريفلكس وخلي DLSS شغال دايما. جرب الكارت مع برامج التصميم زي بلندر او ادوبي بريمير، هتلاقي السرعه في الريندر والمعالجه. الخلاصة في النهاية، لو بتدور على الكارت شاشة يديك تقنيات حديثة ويعيش معاك سنين من غير ما تحس انه قديم، فالRTX 5050 هو الحل كويس. هتستمتع بالألعاب، الشغل، وحتى الستريمينج من غير ما تشيل هم الفريمات او الحرارة. بس لو بتدور على الأداء مقابل السعر، أكيد مش الكارت ده اللي انت تدور عليه. بس كده، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه أكتر حاجة عجبتكم في الكارت ده، ولو عندكم أي استفسار أو عايزين مقارنة مع كروت تانية قولولي وهرد عليكم في أسرع وقت. ما تنسوش تعملوا لايك، شير، واشوفكم في الفيديو الجاي قريب جدا. سلام يا إيزاوية.